السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت صاحب ورشة او صنايعي او اي صنعة ايا كانت ايه هي، وعندك صبيان بيتعلموا معاك الصنعة، يبقى الفيديو ده يهمك، وبرجاء ان انت تسمع الفيديو وتشاركه برضو لغيرك، يمكن يستفاد بيه ويمكن يعمل بالفيديو. ولكم جزيل الشكر. بص بقى يا سيدي. سيدنا محمد طبعا بيقول: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، ومن لا يرحم لا يرحم. بص يا سيدي، الفيديو اللي انا بتكلم فيه النهارده بوجه الرساله للصنايعيه ليه؟ لان فعلا انا لما بيحصل عنده عطل في العربيه بتاعتي وبطلع اروح ورشه، بشوف الصنايعيه اللي في الورش بتعمل ايه. ممكن تشتم العيل، ممكن تضربه، ممكن تخبط فيه اي حاجه. دايما العيل بيبقى قاعد في رعب يا عيني، العيل الصغير ده بيبقى قاعد في رعب دايما. يا عم الرساله دي ليك، الرساله دي ليك، عايز تعمل بيها اعمل بيها، مش عايز تعمل بيها برضو دي بتاعتك انت برضو. بس انا بقول لك لو عملت بيها دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى طبعا بيجازي الانسان على الخير دايما اللي بيعمله. الخير ايه انت هتقول ايه الخير اللي انا هعمله مثلا هنا؟ انت لما تعلم عيل صغير الصنعه ديت هيطلع يبقى صنايعي كبير، تمام، وهيشتغل وبرضه هيعلم برضه صنايعيه برضه تحت منه، وهكذا. وانت كده بتاخد اجر على ايه؟ اجر على الكلام ده كله هيته. يعني انت بتاخد اجر على الكلام ده كله هيته. ثانيا الولد ده اللي انت بتشتمه وبتهزقه وبتجلب كرامته ودايما تضرب فيه، العيل دي برضو يعني عنده اهل وعنده ناس. برضو زي ما انت مش تستحمل ان حد يضرب ابنك ولا يعمل فيه مثلا اللي انت بتعمله ده في العيل ده، انت نفس الطريقه برضو. يعني مش ترضى على ابنك، ما ترضاهوش على عيال ايه؟ على عيال الناس. وانت ما تعرفش، ممكن يكون ظروف العيل ده ممكن يكون ظروفه صعبه. يعني ممكن يكون ابوه عيان مريض مش بيقدر يشتغل، فالعيل طالع يتعلم صنعه عشان خاطر يقدر يصرف على اهله. ممكن العيل ده يكون ابوه مطلق امه وهو طالع عشان خاطر يقدر يصرف على اخواته برضه وعلى امه، عشان خاطر برضه مش مرمطها بره. ممكن يكون العيل ده يتيم الاب، ممكن يكون برضه يتيم الاب والام. فيعني انت ابتغي الله وجه الله سبحانه وتعالى في العيل ده، وعلمه صنعه لوجه الله. يعني والله العظيم ربنا هيجازيك على كده خير. مش تفضل تضرب في العيل وتشتم فيه وتهزق فيه وتخوف دايما العيل. العيل ده انت لما تعلمه الصنعه ديت، العيل ده مش هيطلع يبلطج في الشارع، يبلطج عليك وعليا وعلى غيري. ما انت لما تهزقه وغيرك يهزقه وغيرك يهزقه مش هيلتجئ غير للشارع. والشارع انت عارف ان فيه مصايب سودة، ان عيل ممكن يمسك موس ويطلع ويثبت اي حد في الشارع عشان ياخد منه التليفون بتاعه ويبيعه، ممكن يشد ولا يشم ولا يحصل اي حاجه. يبقى انتوا حميتوا من ده كله هيتوا. يبقى انت بقى بتقول فين الخير هنا؟ لا، الخير كتير هنا. لما تعلموا صنعه ربنا سبحانه وتعالى هيجازيك خير. هيجازيك خير ازاي؟ شوف بقى يا سيدي هيجازيك خير ازاي. اولا انت لما تعلم العيل ده الصنعه هو هيكبر وهيعلم برضه غيره وهيفتحوا بيوت، تمام كده، وهيصرف على اهله وممكن يطلع لله سبحانه وتعالى، وهيقف جنبك برضه لما انت ايه؟ لما تكون انت محتاجه في اي حاجه. فشوف انت الخير اللي انت عملته وصلته لايه؟ وصلته ان هو اللي هو يعلم ناس تانية ويفتح بيوت ناس تانية بالحلال، وبعدته عن الشارع وبعدته عن الناس اللي بتعمل مشاكل في الشارع. فالرساله دي موجهه ليك. عامل العيل كأن ابنك اللي انت بتعامله. مش بلاش تشتمه، بلاش تهزقه، بلاش تضربه، عشان خاطر ده طبعا تجازي بيه خير قدام الله سبحانه وتعالى. وفي نهايه اللقاء بشكر كل الصنايعيه اللي بتعاملوا مع العيال بالادب وبالاحترام وبيعلموهم حاجه لوجه الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.